اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. النهارده إن شاء الله هنعمل البوريك التركي، حاجة كده تحفة جدًا. بسم الله كده معايا أهو لفة جلاش مشترياها جاهزة، بس اللي هو مش مُعلّب، اللي بيتباع عند الراجل يعني اللي بيعمل الجلاش وكده، مش الأكياس المُعلّبة اللي في السوبر ماركت. جِبت كده نوعين من الجبنة، وطبعًا الحشوة اختياري وتقدري تعملي الحشوة اللي أنتِ بتفضّليها. هاحُط كده نوعين من الجبنة، وهاحُط طبعًا موتزاريلا عليهم، وتقدري زي ما قُلت لكم تحشيها بالحشوة اللي أنتِ بتفضّليها واللي أنتِ بتحبيها. هنحُط كده، وطبعًا مجهّزة الصينية، فخلال الفترة دي لإنه طبعًا ما بياخدش معايا وقت خالص، شغّلت الفرن على درجة حرارة 200، الرف الأوسط، حطيته على الشبكة، خَد معايا حوالي نُص ساعة، طلع بالشكل التحفة اللي أنتم هتشوفوه، حاجة كده رائعة وسهل ما بياخدش مننا أي وقت. دي حبّة البركة، أنا باحب بصراحة حبّة البركة جدًا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان موصّي بيها وقال إن فيها شفا. أنا باحب طعمها جدًا في الأكل، دي الcheddar المبشورة زي ما قُلت لكم. دي الحاجات اللي أنا حطيتها، وزي ما قُلت لكم براحتكم تحطّوا اللي أنتم عايزينه. بعد كده هاكون مقطّعة طماطم، فلفل كوبي زي ما أنتم شايفين، وهاقلّب كل بقى الحاجات دي مع بعضها، وهابتدي بقى إني أنا أحشي بيها، المهم إن أنا أمزجهم كويس جدًا مع بعض. قلّبي كده كويس أوي، أوي. بصراحة الحشوة دي بتبقى تحفة في الأكل، بتبقى جميلة جدًا، جدًا. ميكس تشيز كده مع حبة البركة مع خضروات بتبقى رائعة. ممكن تضيفي زيتون، ممكن تضيفي بسطرمة، ممكن تعمليها أصلا بلحمة مفرومة، يعني براحتك مفيش أي مشكلة من الحشوة. قلبتها كده زي ما انتم شايفين كويس قوي قوي، وبعدين هبتدي ان انا احشي بيها بعد طبعا ما بدهن الصينية بتاعتي بالزبدة. اطلع كده بقى الورقة الجلاش، وهابتدي أحشيه واحدة، واحدة. الجلاش ده أصلًا بيبقى تحفة جدًا، جدًا، بالذات لمّا بيتعمل كده الصوابع اللي أنا باعمله بيبقى طعمه تحفة، تحفة، تحفة. أنا بس دلوقتي بافصلهم كده عن بعض. بسم الله كده، هاخد كده ورقتين مع بعض، وابتدي إن أنا أملى الحشوة بتاعتي كويس أوي، وألِف عليها الجلاش، بس طبعًا أهم حاجة إن إحنا نفرد الحشوة كويس أوي، ما تبقاش في حتة فيها حشو والحتة التانية لأ، نفرد كده بمعلقة بأي spatula عندِك ما فيش مشكلة. خلاص كده فردتها حلو أوي، ابتدي كده أضمّها. أنا باعمل إيه، 2 ورقة جلاش مع بعض، بتدّيني السمك اللي أنا عايزاه، وبتبقى تحفة جدًا، جدًا. أهي زي ما أنتم شايفين كده، هنعمل واحدة تانية معاكم.
ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، والف برضو الرول بتاعي بس بفرده كده كويس عشان ايه يطلع مفرود معايا، واي حتة فيها تقطيع بقطعها زي ما انتوا شفتوا، بحيث ان الرول يبقى متماسك معايا. حلو كده تمام. جبت بقى ايه مع كوباية من اللبن، كملت انا باقي الكمية، جبت كوباية من اللبن، معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الزبدة، شوية ملح، شوية فلفل، وهقلب. ودي هتبقى التشريبة اللي هشربها للبوريك بتاعي. وبعد كده دلوقتي ايه هقطعه كده. دي زي ما انتوا شايفين كده انا عاملة كوكيز. ان شاء الله هقول لكم الوصفة بتاعته مقاديره الحلقة الجاية بإذن الله. ده المعلقة بس وانا بقلب الزبدة وقعت، فبحاول اشيلها. طبعا زي ما انتوا شايفين اللبن سخن جدا. انا دلوقتي بسقيه بالتشريبة بتاعتي اللي هتخلي طعمه تحفة، ويتسوى معايا بمنتهى السهولة، مش هياخد معايا اكتر من نص ساعة. ادي اهو حلو جدا. نقطعه بقى التقطيعة اللي احنا عايزينها، قطعيه كبير قطعيه صغير زي ما انت حابة. بتحطيه وما بياخدش معاكي وقت، اتعمل معانا بمنتهى السهولة. بس انا برضو زي ما انا قلت لكم انا بحب جدا حبة البركة في الاكل، فهرش رشة كده على الوش من حبة البركة بعد ما اقطعه. وطبعا زي ما انا قلت لكم كل حاجة ليكوا حرية الاختيار فيها، اللي مش حابب ان هو يعمل الوش بحبة البركة مفيش اي مشكلة. ما يعملهوش، يسيبه كده وهو برضو هيحمر معايا وهيبقى جميل جدا. كده هيسهل عليا وانا وانا بعمل وانا بقطعه بعد ما يستوى، هيبقى سهل جدا لاني مقطعاه من قبل كده. اهو بصوا بقى، ممكن ترشي عليه سمسم براحتك يعني. ده شكله بقى في النهاية. بتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.